السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده بإذن الله نبدأ نتكلم عندنا على نوع من الصبار وهو السيرة السبرال. طبعا زي ما احنا شايفين كده الشكل بتاعي بيكون حلزوني بالشكل ده. لو جينا بصينا عليه قربنا شوية هنلاقي إن أنا بيكون عندي أشواك بتكون سميكة بالشكل ده. طبعا الشكل بتاع النبات عندي سبحان الملك تحفة، أكنه عمارة متقسمة أو أكنه سلم ملفوف حوالين نفسه. طبعا بشكل يعني سبحان الله جميل جدا يعني. طيب النوع اللي عندنا ده بنلاقي ان في اجزاء بتكون لحمية او ما فيهاش اشواك، وجزء تاني بتنتهي بجزء فيه اشواك. طيب النوع اللي عندي بيكون بينمو بشكل رأسي بشكل كبير. عندي الاشواك فيه بتكون حادة، بتحمل عندي الحرارة، بتحمل الرطوبة، بتحمل عندي نقص مستوى المية. اللي هو نوع نادر شوية، او النوع ده مش هنلاقيه كتير، يعني لو لفينا عليه في اكتر من مشتل مش هنلاقيه كتير، او حتى في مزارع صبار، يعني مش هنلاقيه غير في مزارع صبار متخصصة كمان قوي. النوع عندي ده بيتحمل الحرارة، بيتحمل الرطوبة، بيتحمل عندي نقص مستوى المية. طبعا مناسب يعني التربية بتاعته لدول الخليج وفي مصر، والدول اللي المناخ بتاعها بيكون يعني حار شوية، يعني الجزيرة العربية يعني مش كويس جدا. النوع اللي عندي بنبقى حذرين جدا في زراعته، لو انا هزرعه في مكان ممكن يعدي فيه اطفال، لان الاشواك اللي فيه بتكون اشواك سميكه وبارزه جدا زي ما احنا شايفين كده الشكل ده. تمام. طبعا سعر النبات بيكون غالي شويه لان النبات ده نادر شويه. شكرا.